الغدا النهارده فراخ مشويه محشيه بالبصل. طعمها لذيذ وما خدتش اي وقت. الفرخه غسلتيها ونضفتيها ونشفتيها ونشفتي جواها كده بالمناديل علشان خاطر ما يبقاش فيها اي ميه. معايا بصلتين عملتيهم في الخلاط او في الكبه، ومعايا معلقه قرفه ومعلقتين فلفل اسود عليهم شويه ملح. هدعكم في بعض كده. لو في كيس مشاوي بيبقى يخلي طعمها لذيذ زي اللي بنجيبها من المطعم بالظبط، مفيش اي فرق بينها وبين المطعم. ولو عندك شوية فحم ولعتيهم وحطيتي بقى شبكة عليهم كده وحطيتي فيها عليها الفرخ، يا وعد على الطعامة واللذاذة اللي بتشوفيها. الفرخة جبتيها حشيتها، حطيت فيها الحشوة من تحت الجلد كده ومن جوه الفرخة في اللحم اللي احنا مفتحينه عاملين فيه فتحات بين الوراك كلها. وزعنا الحشوة فيها كلها وسبناها في التلاجة ليلة كاملة في كيس في التلاجة. اربط الكيس علشان ريحة البصل ما نفاذة علشان التلاجة، وسيبيها ليلة كاملة. بعد كده عايزة تحطيها على الفحم، تسويها على الفحم من الأول تسوية كاملة، مفيش أي مشكلة. ممكن تفتحها من الظهر كده وتقسميها وتحطيها على الفحم. هي الفراخ دي بتبقى صغيرة للحشو أو للشوي، بتبقى الفرخة كيلو ونص 2 إلا ربع. ما تكتريش علشان خاطر لأنها لو كبيرة النسير بتاعتها هتغيب في الشوي، مش هيبقى طعمها حلو. سبتها طول الليل. وبعد كده معايا حله حطيت فيها شويه زيت صغيرين خالص او معلقه سمنه بلدي صغيره، بس علشان احنا بنحط الماده الدهنيه دي علشان الفرخه ما تلزقش في الحل. وهقلبها على كل الجهات وهزودها شويه ميه مغليين، كوبايه ميه من بتاعه الشاي مغليه. وبعد كده اول ما تستوي تسويه كامله شيليها حطها في الفرن. عندك شويه كاتشب دهنتي وشها كلها وحطها في الفرن، هتديكي اللون اللي زي ما حضراتكم شايفينه كده. عايزه تسيبيها زي ما هي هتحطها في الفرن برضو هيبقى لونها حلو في الفرن وهيبقى شكلها حلو. النسيرة زي ما حضراتكم شايفين كده، النسيرة بيضة مفيش لا دم ولا اي حاجة، مستوية تسوية حلوة. وده كان فيديو النهاردة، واشوفكم فيديو جديد.